الله الله على الليمون المخلل اللي يفتح النفس. حاجة كده تستاهل بقك، سهل وسريع وطعمه حلو جدا، والطريقة بسيطة جدا. ما تيجي نشوف عملنا المخلل السريع اللي تقدري تاكلي منه بعد 3 ايام. حاجة تفتح النفس وتشرفك قدام ضيوفك. تعالي نشوف عملناه ازاي. اول حاجة طبعا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتحطي اللايك بتاعك وتكتبي لي بتتفرجي عليا منين. جبت هنا كيلو من الليمون اللي هو الاصفر. ليمون اخضر مش هيكون حلو. تغسلي الليمون كويس جدا وتديله شقه بالسكينه بالشكل ده، وتكوني محضره حله ايا كان نوع الحله، مش شرط جرانيت زي اللي انا بعمل فيها. لو ألمونيوم هتمشي معاكي مفيش اي مشاكل، ولو استانلس مش هتقولك لا طبعا. اول حاجه طبعا شقيت الليمون بالشكل دوت كده، مش شقه لحد الاخر علشان خاطر بس ايه، ما ينفصلش عن بعضه. انا يدوب بديله شقه بالسكينه كده بسيطه. معايا الكميه اللي انا هعملها دي كيلو من الليمون. طبعا انت عايزه تزودي الكميه وتعملي كميه اكبر او اقل براحتك على حسب ما انت عايزه. انا هنا عملت كيلو ليمون، والكيلو هوريهولك في النهايه هيبقى شكله قد ايه والكميه بتاعته قد ايه بعد ما يتخلل. بعد ما خلصت كيلو الليمون بالشكل دوت كده وحطيته في الحله، تعالي بقى محضره معايا فلفل احمر، ودلوقتي موجود في جميع الاسواق. الكيلو سعره 8 جنيه، تقدري تجيبي منه وتعملي هريسه الفلفل الاحمر وتشيليها في الفريزر، وتقدري كمان تعملي زي ما انا هعمل كده النهارده. الليمون اللي احنا هنعمله دوت ليمون مشطشط، طعمه حلو قوي وهتدعيلي لما تجربيه. جبت كميه حلوه كده من الفلفل، وبدات اللي انا اغسلها كويس جدا علشان خاطر هفرمها في المفرمه. طبعا بعد ما تغسليها وتشيلي الحته الخضراء اللي من فوق ديت، مستحب اللي انت تنشفيها. ولو انت هتضربيها في الكبه، مستحب برضو اللي انت تقطعيها وتقطعي الفلفل وتفتحيه وتشيلي القلب اللي جوه عشان ما يبوظلكيش السكينه بتاعه المفرم بتاعه الكبه. انا بقى هفرمه في ايه؟ انا هفرمه في الكبه بتاعه اللحمه. هتسهل عليا كتير جدا، والموضوع هيكون سهل وبسيط، ومش هضطر بقى اللي انا اقطعه ولا افتح واشيل القلب بتاعه. بالشكل دوت كده. المفرمه من جوه بتشيل البذر اللي بيبقى في الفلفل، بتحجزه وما بترضاش تنزله مع الفرم اللي بينزل. فبالنسبه لي بيكون اسهل واسرع وكمان